واحد لسه صاحي من النوم نزل يتفرج على اهم فيلم وجودي من اكتر الافلام اللي انا بحبها، فحرام قوي ان انا ما اخشش السينما. قررت ان انا اخش اشوفه في السينما واقول لكم رايي فيه ايه. الفيلم بدأ. Dr. Henry Loomis, this is Zora Bennett, our mission specialist. Sorry, what mission? The worst of the worst. We're left here. كان تحفة. واخيرا بعد ما طلعت وخدت شاور واستحميت ونمت وجيت بالليل دلوقتي اكلمكم عن الفيلم واللي حصل الصبح. لا يا جماعه، الفيلم حلو جدا 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 وانا اقول لكم رايي فيه. بصراحه احنا بنتكلم عن فيلم من بطوله سكارلت، ودي حاجه انا كنت يعني حاسس ان هي ممكن تبقى حقيقه، لان سكارلت كانت بتحاول انها تخش في سلسله الافلام الفرانشايز الجميل بتاع جوراسيك بارك ده من زمان، واخيرا يعني حلمها اتحقق ودخلت الفيلم. هي مأدية دورها في الفيلم حلو جدا. انا مش عايز احرق لكم التفاصيل، ولكن القصه يعني المرة دي مختلفة. زي كل مرة احنا متعودين ان القصة بتاعت جوراسيك وورلد او جوراسيك بارك بتتكلم عن جانب معين من جوانب الفيلم، اللي هو يعني مثلا جوراسيك بارك كانت اللي هي هنبني جزيرة، جوراسيك بارك 2 هنروح نسافر الجزيرة عشان نجيب شوية حاجات، 3 يعني ممكن عايزين ننقذ عيلة. بعد كده ده في جوراسيك وورلد. جوراسيك وورلد بقى خد نوعا ما السيناريو في حتة تانية، ان هو بدأ يركز اكتر عن ايه الجوانب الايجابية وايه الجوانب السلبية لو احنا عندنا ديناصورات في هذا العالم. فاول جزء كان ان احنا بنينا بارك واتهدد طبعا لان سيطرتنا على البارك ما كانتش قد كده. الجزء الثاني والثالث برضو بيتكلموا عن ازاي هما كانوا بيحاولوا ان هما مثلا يحتووا الموضوع ولكن ما عرفوش يحتووه، وبعد كده الديناصورات خرجت والديناصورات استخدموها كسلاح، وان هي ممكن تبقى بدل كلاب الحراسة بتاعتكم، وازاي ان العالم بدأ يستخدم الديناصورات، وبعد كده ازاي ان الديناصورات في اخر جزء خالص اللي هو اتحررت وبقت عايشة معانا في العالم عادي جدا زيها زي اي حيوان موجود. المرة دي الجزء ده بقى بيركز على ان طيب بما ان الديناصورات خرجت فهي هتعيش فين. فهو بيركز مثلا ان هو بيقول لك ان هي هتعيش في المنطقة الاستوائية اللي هي قرب خط الاستواء، لان دي مناخها زي المناخ بتاع 65 مليون سنة من قبل. فبيركز برضو عن الحياة مع الديناصورات، يعني في عيلة هو جوه الفيلم ملهاش اي علاقة باي شغل ليه علاقة بالفيلم او سكارلت او اي حاجة، ولكن هو بيوري لك العيلة دي ازاي هي عندها معاناة شديدة لما بيبقى فيه ديناصورات. من بداية الفيلم بيوريك ازاي الديناصور مرمي في الشارع كده وبيحاولوا ان هم يشيلوه عشان هو موقف الطريق. وبرضه الفيلم ركز بقى على قصة تانية، ودي اللي كانت مثيرة جدا في الفيلم واللي مبني عليها بقى بقية الفيلم، وهي ان هو دلوقتي كان في جزيرة. الجزيرة دي كانوا بيعملوا عليها تجارب، بيحاولوا ان هم يزوجوا الديناصورات، بس مش التزاوج العادي اللي هو تيركس لتيركس، لا هو بيزوجوا فالاسورابتور لتيركس عشان يطلعوا كائن هجين، حاجه كده زي ما هم طلعوا في جوراسيك وورلد الاندايمونوس ريكس. الاندايمونوس ريكس اللي هو الديناصور الابيض. فطبعا الاندايمونوس ريكس دي حاجه ما كانتش موجوده، بس حاجة تم تخليقها فيما بعد. هو بيركز ان احنا طبعا ببعد التطور اللي احنا وصلنا له ففي جزيرة كان عليها ديناصورات كانت بتتزاوج من بعضها، وطبعا كل التجارب دي قبل ما يخرجوا من الجزيرة كانت المفروض ان هي يتم اعدامها، ولكن ما تمش اعدامها. فحصل ان بقى في شوية كائنات احنا مش عارفينها جوه الجزيرة، وحرفيا الفيلم ما كانش فيه غير هما تقريبا 3 أو 4 ديناصورات يتعدوا على الصوابع اللي انت ممكن تبقى عارفهم في الفيلم كله: التيركس، سباينوسورس، الموزوسورس والدلافوسورس، ممكن رابتور. بقيت بقى الفيلم في الديناصورات التانية لا، في ديناصورات تانية وفي كائنات تانية كتير زي الديركس، فلا بقوا كائنات مختلفة وفي ديناصورات مختلفة كتير في الفيلم المرة دي. بس انت مش هتزهق من الفيلم ده وانت بتتفرج عليه، لانه هو انا فضلت قاعد في السينما لحد اخر وقت انا بحاول اعرف ايه اللي هيحصل في النهاية وهيخرجوا ازاي من الجزيرة، وبيرجعك دايما للحتة بتاعت جوراسيك بارك. ودي حاجة انا بحبها جدا في الافلام دي، ان هي بتحاول ترجعك للسيناريوهات القديمة. اي نعم ممكن يكون السيناريو نوعا ما متكرر شوية، ان انت بتحاول تهرب من ديناصور، بتحاول
هو بيحاول ان هو يلعب لك برضه في الفيلم بحيث ان هو يخلي السيناريو ده مش حاجه رخمه، انت برضه ما زلت بتبص على البني ادم وهو بيتاكل من الديناصور وانت مبسوط مش فاهم ليه، على وشك ابتسامه يعني انت مش فاهمها. فمن الاخر كده الفيلم ده هو فيلم علمي للناس الفانز لجوراسيك بارك وجوراسيك وورلد. اي حد بيحب الاجزاء دي هيخش هيدي للفيلم 10 من 10. انا بالنسبه لي هدي للفيلم 9 من 10. اتفرج عليه مش هتندم. سلام.